بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن حاجة جديدة وهي ال user defined functions. هنا user defined functions اللي هو ازاي تعمل دالة. اولا يعني ايه دالة؟ الدالة ببساطة هو بلوك او مجموعة اكواد اسف، مجموعة اكواد بيتم تنفيذها عن طريق استدعائها، انما هي جوه الكود ما بتتنفذش، هي جوه الصفحة بتاعتك مش بتتنفذ غير لما تعمل لها استدعاء عن طريق اسمها. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا مجموعة اكواد، يعني مثلا اقول له num 1 يساوي مثلا 1 و num 2 يساوي 2. هقول له او اقول له مثلا result يساوي num 1 زائد num 2، واقول له ايكو مثلا result بالشكل ده كده. دي مجموعة اكواد. لو مشينا واحدة واحدة، لو جينا للتنفيذ، لو شغلنا الصفحة دي learn.php، لو جينا نشغلها يطبع لنا عادي 3، لانه الانتربريتر مشى واحدة واحدة مع السطور لغاية لما لقى سطر 26. عمل متغير نم 1 في 1، والمتغير نم 2 خزن فيه 2، وعمل متغير تالت اللي هو الريزلت وخزن فيه مجموع الاتنين بقى 3، وقام طبعهم هنا زي ما احنا قلنا له. طيب ده اتنفذ ليه؟ لان الانتربريتر ماشي سطر سطر ونفذه. طيب الفانكشن بقى، الفانكشن دي زي وعاء بنغطي فيه الاكواد دي بحيث انها ما تتنفذش غير لما نقول له نفذ الكود ده. طب هنقول له نفذ الكود ده ازاي؟ بنذكر له اسم مقطع الكود او بنذكر له اسم البلوك بتاع الكود وساعتها بينفذه. طيب ازاي بقى اعمل فانكشن؟ انك تعمل فانكشن بتبدأ بكلمة فانكشن بالشكل ده، وبعد كده تكتب بعدها بعد كلمة فانكشن تكتب اسم الدالة او الفانكشن اللي انت عايز تعملها. يعني انا هعمل دالة اسميها sum كده، وبعد كده تفتح قوسين، تمام، وبعد كده تفتح كيرلي بريس بالشكل ده. طيب القوسين دول بنحط فيهم ايه؟ بنحط فيهم البارامترات. طيب البارامترات دول ان شاء الله بعد كده هشرحهم، بس الاول هنا عندي فانكشن بسميها num. هنا ما بين الكيرلي بريس دول بحط الاكواد، يعني الاكواد بحطها هنا. يعني مثلا هقول له نفس الكود اللي احنا كنا كتبناه قبل كده، num 1 يساوي 1، num 2 يساوي 2، واقول له result يساوي num 1 زائد num 2 بالشكل ده، واقوم قايل له echo result. جميل جدا. لو جينا بقى حفظنا اهو، احنا حفظنا، نيجي نستعرض الصفحة دي، هل هيطبع لنا 3 زي ما طبع لنا قبل كده ولا لا؟ ما طبع لناش 3. ليه؟ لان ده معمول جوه بلوك، البلوك ده عمره ما هيتنفذ غير لما نستدعي اسم الدالة. طب فين اسم الدالة؟ اللي هو الاسم ده. طيب احنا ممكن نقوم جايين هنا قايلين له sum بالشكل ده. طبعا لازم نعمل قوسين وما ننساش السيميكولون بالشكل ده. نيجي نشوف طبع لنا 3. احنا هنا عملنا استدعاء لاسم الدالة. هنا الانتربريتور ماشي سطر سطر، هيلاقي الفانكشن دي يخزنها عنده، بعد كده يمشي يلاقي السم دي، هيجي يدور في الملف هيلاقي فيه فانكشن اسمها sum، يوم منفذ اللي فيها. هنا الانتربريتور بيعمل حاجة اللي هي الجامب والريتيرن. هنا لما يمشي يلاقي اسم الدالة، لا اسم الدالة يقوم يدور على الدالة دي موجودة فين، لا هنا يقوم عامل جامب من السطر 33 اللي فيه استدعاء الدالة للسطر 26 اللي هو بداية الفانكشن، ويقوم منفذ البلوك ده، ينفذ الكود ده،
وبعد كده يقوم عامل ريتيرن تاني للسطر 33 اللي فيه استدعاء الدالة، ويقوم معديه بقى ما ينفذوش تاني، ويقوم رايح للسطر 34. يبقى هنا في عمليتين مهمتين جدا لازم نفهمهم. اول حاجة الجامب، انه اول لما بيوصل السطر 33 اللي فيه استدعاء الدالة، يقوم عامل جامب للسطور اللي فيها الدالة وينفذها، ينفذ كود الدالة، وبعد كده يقوم عامل ريتيرن تاني للسطر اللي بعد استدعاء الدالة عشان ينفذ اللي بعد استدعاء الدالة. ده المفهوم، يعني المفهوم بتاع الفانكشنز بشكل عام.